لما اشوف عمري جري بيا بخاف، كل لما تدبل وردتي فيا. هو مش ليه الاغاني الحزينه ان هي بتبقى يعني هو كمود الغنوه، يعني كمود الكلام اللي الواحد بيختاره. يعني غنوة بخاف غير غنوة دموع. غنوة دموع بتتكلم عن كذا قضية دموع لكذا حاجة. يعني ممكن كنا بنفكر ان دموع كانت بتتكلم على دموع واحد مظلوم، دموع واحد اتخان من صحابه، دموع القضية الفلسطينية، كل حاجة. بخاف مش جبن، يعني بخاف عمرها ما كانت جبن. قصة بخاف ان واحد بيخاف على كل حاجة حلوة في حياته. هو طبعا الخوف غير من ربنا سبحانه وتعالى، بس لكن واحد يعني حتى في كلام الغنوة يقول لك حتى ما بفرح بخاف لا تموت الفرحة. يعني بخاف لما تموت الفرحة. احنا طبيعي لما بنضحك واحنا في قهقه الضحك بنقول اللهم اجعله خير. فطبيعي انا بقول لك في الغنوة حتى ما بفرح بخاف لا تموت الفرحة. باجي مثلا كل واحد بيخاف على عمله، بيخاف على نجاحاته، كل ده مكتوب في الغنوة. يعني اللي هو خوف من كل حاجة حلوة في حياتك ان هي ما تضيعش منك. يعني ما تضيع الحبيب، ما يخونيش، ما يضيعش مني. والحمد لله ان ربنا وفقنا فيها وخدنا منها سكسي حلو الحمد لله. كليبات انا بسيبها للمخرج، لكن في ساعات رؤية بتجيلي انا احساسي عايز اطلع بالشكل اللي انا مرتاح له يعني. وفي ساعات انا يعني بسمع من مثلا من محسن احمد او من اي مخرج ان احنا حماده هنعمل يعني مثلا كذا قصة في الغنوة او هنعمل شكل كذا، فانا لو حسيت ان ده هو ده الشيء اللي انا هطلع مرتاح ليه نفسيا بكمله. محسن احمد انا بعتبره كثنائي، انا برتاح ان هو كراجل مخرج محترم قوي وفاهم شغله كويس ومجتهد جدا وبيخاف على عمله، يعني بيخاف على اللي قدامه، يعني بيخاف على المطرب اللي معاه. وطبعا كمدير تصوير وهو كمصور يعني حاجة يعني عبقري يعني. فانا بحترمه جدا في شغله بصراحه، فبحب بتعامل معاه. انا بعمل كذا حاجه يعني الحمد لله. لما عملت اول حاجه كنت عملت في الكليبات، عملت شاطر وعملت الحب حلو برضو غنوه راقصه وفيها رتم. بس انا بحب مثلا بعديها بعمل دموع ورحت فاصل بكل ما افكر فيك. بعد كده فعلا انا كنت ناوي في شريط بخاف كنت هبدا بحاجه فيها بهجه كده وريتم سريع، بس المنتج اصر ان هو عايز يصور بخاف من حبه للغنوه. ففعلا نويت ان انا صورته بخاف والحمد لله ربنا وفقنا فيها. فان شاء الله احنا ناويين بنصور حاجه طبعا في الشريط يا بهجه. هو لسه يعني لسه الفيلم لسه ما اكدناش. يعني كل خطوه انا بدات خلاص، بدات الفيلم يعني بدات اول يوم تصوير فيه بقول لكل الناس اللي انا بدات. لكن احنا فعلا بنجتهد ان احنا نعمل عمل كويس متواضع يعني كبدايه. طبعا مسلسل بدارة انا ما كنتش في دماغي موضوع التمثيل خالص. يعني انا مش في دماغي ان انا امثل او اطلع ممثل، لان انا متخيل نفسي ان انا صفر في التمثيل. يعني حتى في اخر يوم بعد ما خلصت المسلسل ومشيت وانا مقتنع بنفسي ان انا المسلسل ده اخر عمل في حياتي، في شغلي، في الغنى، في كل حاجه. يعني بعد ما الحمد لله ربنا وفقنا فيه وخدنا منه شكل متواضع وكويس والناس قالوا ان انت كويس في التمثيل، فكرت في التمثيل بس بخطوه واحده لان اخاف منها شويه يعني بصراحه. لكن انا محترم جدا السينما وبتمناها بس بشكل يكون يعليني، مش يعني انا هقول لك على حاجه. هو لغايه دلوقتي في صعوبات، يعني الصعوبات ما بتنتهيش بصراحه. هو طبعا يعني الحياه اتغيرت طبعا وفي يعني الواحد اللي كان بيتمناه الحمد لله ربنا حققه له. بس طبعا في الاول كان في صعوبات ان ممكن اروح لمنتج، لان انا كنت رايح للمنتجين وانا صغير قوي وانا عندي 12 سنه فرايح لهم. فكل منتج خايف ياخدني بسبب ايه بقى؟ ان هو خايف ياخدني يعمل لي شريط وبعد سنتين في مرحله بلوغ تغير الصوت ما يعلمش الصوت في المرحله دي بيتغير لا للحلو قوي لا للوحش قوي. فهو يقول لي انا هاخد يعني انا كده انا باخد سمك في ميه.
يعني كذا مره كنت اخرج من شركه انتاج، مش عايز اقول لك يعني بيكون يعني في الفتره دي سن 12 سنه بحس ان انا سن 112 سنه، من يعني نفسيتي بتتعب، نفسي اعمل حاجه يعني، نفسي بجد يعني اعلي موهبتي. وطبعا اللي تعب في الفتره دي والدي ربنا يخليه لي، والدتي وقفوا معايا جدا لغايه ما سبت الموضوع ده على ربنا. والحمد لله ربنا كرمني بملحن اسمه حسن إشش، طبعا كلنا عارفينه. شافني في فرح شعبي، لان انا اتجهت فتره اشتغلت في الافراح الشعبيه، و يعني خدت فتره كبيره جدا فيها. فقابلني الملحن حسن إشش والموزع حميد الشاعري، فخدوني لطارق عبد الله، المنتج طارق عبد الله. طبعا منتج من المنتجين اللي انا بحترمهم جدا، اللي وقف جنبي في بجد ان هو ما استغلنيش في صغري، اللي انا ممكن كيعمل شريط لمطرب كبدايه، يعمل شريط وينزل وربنا يوفقه. لكن هو استنى مرحله البلوغ، اللي انا فعلا دخلت سن مرحله البلوغ في كليه تربيه موسيقيه. الفتره دي كنت لازم ابطل فيها جدا، لان الفتره دي اصعب فتره لكل واحد عنده، يعني مثلا في السن اللي هو سن 12 سنه 13 14 ده اصعب سن. ففي الفتره دي الحمد لله ربنا كرمني بطارق عبد الله، واستنى معايا شويه لغايه ما عديت السن البلوغ، وربنا كرمني ان انا بدات كبدايه صوت شاب.